هي واحدة من الفنانات اللي أثبتت وجودها في عز ما كانت السينما المصرية مليانة بالنجوم زي فاتن حمامة وهند رستم ونادية لطفي وشادية، وقدرت إنها تكون واحدة من أهم فنانات جيلها، واللي ساعدها في ده جمالها وموهبتها. اتجوزت من عبد الحليم حافظ في السر، وكان ليها مغامرات وقصص مع كتير من الفنانين، ومع الأسف الشديد إن آخر حياتها كانت كلها مليانة متاعب وصعوبات. وبالرغم من كل النجاحات اللي نجحتها إلا إنها في النهاية ما كانتش لاقية حق العلاج، لحد ما أقنعها واحد إنها تكتب مذكراتها، وفي سبيل ده إنها تاخد $1,000,000. وفعلا بدأت سعاد تكتب مذكراتها، وسجلت حاجات في غاية الخطورة، والمذكرات دي هي السبب في إنها تتقتل أو تنتحر. بس بعد ما هقول الأسرار في الحلقة والحاجات اللي اتكشفت بعد ما ماتت سعاد حسني، هقول رأيي في النهاية، وهتكلم عن حاجات أعتقد إن كلنا عايزين نعرفها، وهيكون رأيي محايد، يعني لا مع ده أو ضد ده. وكمان ما تنساش تقول رأيك انت كمان في القصة دي بعد نهاية الحلقة، علشان الخيوط كلها تتجمع ونعرف الحقيقة ايه. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت اول مرة بتشوفني في القناة ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ويلا يا كابتن بينا نبدأ الحلقة. أولا كده عايزين نعرف مين هي سعاد حسني. اتولدت سعاد حسني في سنة 1942 في حي بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة. أبوها هو الخطاط المشهور محمد حسني البابا، وأمها هي الست جوهرة محمد حسني صفور، وهي ست مصرية من أصول سورية. جدها بقى كان مطرب في الشام، وعمها كان برضه فنان، يعني هي من عيلة فنية أبا عن جد. لما وصل سنها 5 سنين اتفصل أبوها عن أمها. في الوقت ده كانت سعاد ليها أختين شقيقتين فقط، هما كوثر وصباح. بعدها اتجوزت أمها من واحد اسمه عبد المنعم حافظ، وده كان شغال مفتش في وزارة التربية والتعليم. وأبوها برضه اتجوز واحدة تانية، وبقت أمها تخلف من ناحية وأبوها من الناحية التانية، لحد ما وصل عدد إخواتها 16 أخ وأخت، معظمهم غير أشقاء. أشهرهم كانت الفنانة نجاة الصغير. كان حظ سعاد حسني وحش جدا في التعليم، ولكنها قدرت إنها تتعلم القراءة والكتابة. وبدأت سعاد حياتها الفنية وهي صغيرة، واشتغلت في البرنامج الإذاعي المشهور بابا شارو للأطفال. وبيرجع الفضل في اكتشاف موهبتها ودخولها عالم الفن للشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن الخميسي، واللي كان مرة معزوم في بيتهم وشافها. كانت سعاد من صغرها نحيفة وخجولة جدا، لكن حضورها كان قوي. لما شافها الخميسي قال إن البنت دي هتبقى نجمة قدام، وخلاها تشترك في مسرحية هاملت وقامت بدور أوفيليا. بعدها انطلقت سعاد بسرعة الصاروخ، وقدمت أول أفلامها وهو فيلم حسن ونعيمة قدام المطرب محرم فؤاد عبد الوهاب. واللي كان منتج الفيلم ده كان خايف أول الفيلم يفشل بسبب وجوه أسماء جديدة زي سعاد ومحرم، بس ربك والحق سعاد قدرت إنها تنال إعجاب الجمهور من أول إطلالة ليها. والفيلم ده هو كان شهادة ميلاد أهم نجمة في السينما المصرية. وانطلقت بعدها سعاد حسني وبدأت تعمل أفلام سينمائية ومسلسلات إذاعية، ومن أهم أفلامها فيلم إشاعة حب ومال ونساء وثلاثة رجال وامرأة. وقدمت مع عبد الحليم حافظ فيلم البنات والصيف، وخد عندك بقى صغيرة على الحب وعائلة زيزي والجريمة الضاحكة، وغيرها من الأفلام اللي بتعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية. واشتغلت مع رشدي أباظة وكونت دويتو ناجح في كذا فيلم زي صغيرة على الحب وجانب السفير. في السبعينات بدأت مرحلة جديدة من حياتها، وقدمت أعمال مهمة أشهرها خلي بالك من زوزو، أميرة حبي أنا، والكرنك. وفي الثمانينات قدمت فيلم المشبوه مع عادل إمام، وغيرها كتير من الأعمال اللي خلدت اسمها. وقدمت للتلفزيون مسلسل واحد فقط، وهو مسلسل هو وهي قدام العملاق أحمد زكي سنة 1985. وقدمت للإذاعة 8 مسلسلات، وتم اختيار 8 من أفلامها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، علشان تكون هي صاحبة الرقم القياسي باختيار أفلامها ضمن قائمة 100 فيلم. زي الفنانة فاتن حمامة. اتجوزت سعاد حسني 5 مرات، وكلهم كانوا من الوسط الفني. 4 جوازات علنية وجوازة في السر. الجوازة الأولى كانت من عبد الحليم حافظ، واللي هنتكلم عليها قدام شوية لما نيجي نتكلم على مذكراتها. بعد انفصالها من عبد الحليم اتجوزت المخرج صلاح كريم في سنة 1966، واستمرت الجوازة دي 2 سنين لحد ما اتطلقوا سنة 1968. وفي سنة 1970 اتجوزت علي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان،
واستمرت الجوازة دي 11 سنة. بعد طلاقها من بدرخان اتعرفت على شاب صغير كان طالب في قسم الإخراج بمعهد السينما، وهو الفنان زكي عبد الوهاب ابن الفنانة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب. وبيتقال إن الفنانة ليلى مراد منعت ابنها من الجوازة دي بسبب فرق السن بينه وبين سعاد. وبرضه انفصلت سعاد عن زكي علشان تتجوز من بعده السيناريست ماهر عواد، واللي استمرت على ذمته لحد ما ماتت. وبالرغم من كل الجوازات دي إلا إنها ما لبستش الفستان الأبيض زي كل البنات، وما خلفتش من أي حد فيهم. وكل ما كانت بتبقى حامل كان بيحصل لها إجهاض نتيجة الضغط الشديد اللي بتتعرض له وهي شغالة. بدايتها مع المرض كانت في سنة 1985 لما كانت بتصور أحد المشاهد في مسلسل أنا وهو وهي. ساعتها حست سعاد بألم شديد في العمود الفقري، وفي سنة 1987 زاد الألم عليها قوي، وأصيبت بضغط في الأوعية الدموية وتمزق في الشرايين. وبالرغم من الألم الشديد اللي كانت سعاد بتعاني منه، اتعرض عليها إنها تشارك في فيلم الراعي والنساء مع الفنانة يسرا، فوافقت على المشاركة. وده اللي زود أوجاعها أكتر لأنها كانت بتشتغل وهي بتتألم. ولما الألم بقى شديد عليها قررت إنها تسافر فرنسا علشان تعمل عملية جراحية في العمود الفقري، وتم تركيب صفيحة معدنية علشان يتم تثبيت الفقرات. وبعد العملية رجعت تاني للقاهرة علشان تكمل حياتها، لكن ما كانش فيه فايدة، فالعملية تقريبا ما جابتش نتيجة واشتد الألم عليها أكتر. في الفترة دي أصيبت بالتهاب فيروسي في العصب السابع، وكانت بتتعالج بالكورتيزون، وده اللي خلى وزنها يزيد بطريقة شديدة جدا، وكان السبب في تعبها نفسيا. ومع كل ده ماتت أمها، وبسبب حزنها على والدتها اتدهورت صحتها أكتر. ساعتها قطعت العلاج بالكورتيزون بدون استشارة الطبيب، وبسبب ده حصل لها انتكاسة. واللي ما يعرفش يعني ايه انتكاسة، هي عودة المرض إلى المريض بس بصورة أكبر وأبشع. بعدها اتدهورت حالتها الصحية واضطرت إنها تسافر للندن للعلاج على نفقتها الخاصة، بعد ما كانت مقدمة طلب إنها تتعالج على نفقة الدولة، ولكن تم رفض الطلب. وفي يوم 11 يونيو سنة 2001 صحي الشعب المصري على خبر وفاة الفنانة سعاد حسني، والوفاة حصلت نتيجة سقوطها من الدور السادس من مبنى ستيوارت تاور في لندن. وكتير من الناس قالوا إن سعاد انتحرت، والبعض قال إنها اتقتلت، لكن انتهت التحقيقات في سنة 2003 بإن سعاد انتحرت. اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني خالص، فركز معايا علشان هو ده محور حلقتنا. بعد ثورة يناير 2011 وبعد إلقاء القبض على صفوة الشريف، تم فتح قضيتها مرة تانية بناء على رغبة أختها الغير شقيقة، والمتهم فيها المرة دي كان صفوة الشريف. فتعالوا بينا نعرف إيه هي الحكاية بالظبط. إحنا قلنا إن سعاد كانت عايزة تكتب مذكراتها علشان يبقى معاها فلوس تصرف بيها على نفسها بعد رفض الحكومة طلب علاجها على نفقة الدولة. في الوقت ده كانت سعاد ماضية على عقد مع دار النشر البريطانية راندوم هاوس، واتذكر في العقد إن شخصية عربية خليجية قررت طبع مذكرات سعاد حسني، وتم حصولها على شيك مقابل نشر مذكراتها. والغريب إن فريق البحث أثناء وفاة سعاد حسني ملقاش أي صفحة من مذكراتها، وكأنها فص ملح وداب. لكن بعد فتح القضية مرة تانية قدرت شرطة سكوتلاند يارد إنهم يلاقوا واحد أطلقوا عليه اسم حامل التسجيلات وعايش في لندن، فتم استدعائه وخيروه إما أن يتعاون مع الشرطة أو إن هيتم تقديمه للمحاكمة بتهمة قتل السندريلا. فقرر إنه هيتعاون مع الشرطة، والتحقيقات أثبتت إن حامل التسجيلات ده ظهر في حياة سعاد حسني سنة 1999 وأقنعها إنها تكتب مذكراتها. فسعاد عجبتها الفكرة وقررت إنها تنفذها. والتحقيقات أثبتت إن في حد من الشخصيات المصرية المهمة هدد سعاد حسني بالقتل، ولما سعاد خافت قررت إنها تغير ترتيب فصول مذكراتها واللي كانت قربت إنها تخلصها، وحطت فصل تاني في مذكراتها وسمته يوم مقتلي. في الفصل ده كشفت سعاد حسني إنها بلغت الرئيس مبارك بمضايقات صفوة الشريف ليها، وإنه بدل ما يتخذ أي إجراء ضد صفوة الشريف بلغوا باتصال سعاد بيه وبعتوا ليها لندن، وحصلت مشاجرة بينها وبين صفوة الشريف. طيب كل ده بيحصل بين صفوة الشريف وسعاد حسني ليه؟ هقولك بس قدام شوية واصبر عليا وخليك معايا. وطبعا كلامي ده منشور في جريدة روز اليوسف، وممكن حضراتكم تطلعوا عليه وهسيب لكم الرابط في أسفل الفيديو. نرجع بقى لكلامنا تاني ولمذكرات سعاد حسني، واللي للأسف ما فيش منها أي شيء موجود غير ملخص ليها عبارة عن 25 صفحة فقط. ده غير إن في 12 شريط تم تسجيل المذكرات عليها،
وبرضه تم اختفائها. بتقول سعاد في مذكراتها إنها كانت بتحب المرح والضحك جدا، وفي سنة 1964 طلب منها صفوت الشريف واللي كان في الوقت ده ضابط في المخابرات المصرية إنها تشتغل معاه للصالح العام، ولما فسر ليها هو عايز منها إيه زعلت جدا ورفضت، فما كانش قدامه إلا إنه وراها أفلام ليها وهي في وضع مش كويس، وهددها يا إما تشتغل معاه أو إما إنه هيقضي على حياتها الفنية وسمعتها الشخصية. وبتقول سعاد تاني في المذكرات إنها اتجوزت من العندليب عبد الحليم حافظ في السر، وقالت إن مفيش حد من المحيط للخليج ما كانش عايز جسم سعاد حسني اللي باعوه بالرخيص. وفي مرة من المرات راحت سعاد لصفوت الشريف علشان يعفيها من العمل لأنها هتتجوز من حليم، فهددها وقال لها إنه مستقبلها مع السلطة. ده كمان ما اكتفاش بكده، ده اتصل بعبد الحليم حافظ وخلاه يجيله مكتبه ووراه الشرايط دي، وأثناء عودة عبد الحليم لبيته نزف بشدة من أثر الصدمة، وأصحابه افتكروا إنه بيعاني من أزمة فنية، وطلب منه صفوت الشريف الابتعاد عن سعاد حسني لمصلحة مصر. وفي ملخص المذكرات دي طلبت سعاد من المشير عبد الحكيم عامر إنه ينقذها من الورطة دي، لكن برلنتي عبد الحميد واللي كانت قريبة جدا من عبد الحكيم عامر وكانت بتكره سعاد حسني جدا قالت له مالكش دعوة بالموضوع ده. ومات حكيم قبل ما يبلغ عبد الناصر باللي بيعمله صفوت الشريف وصلاح نصر. واللي ما يعرفش مين هو صلاح نصر، هو كان رئيس المخابرات في الفترة دي. عبد الحكيم بقى لما عرف موضوع سعاد وعدها إنه هيحل المشكلة دي، وقالت سعاد في المذكرات إن عبد الحليم حافظ قدر يكشف القصة للرئيس جمال عبد الناصر، فوعدوا عبد الناصر إنه هيحل القضية. بعدها أصدر جمال عبد الناصر قرارات تاريخية لأسباب سياسية، أهمها إحالة صلاح نصر وعدد من ضباط المخابرات إلى محكمة الثورة سنة 1968، واللي اتحاكم فيها صلاح نصر وصفوت الشريف في القضية المشهورة باسم انحراف صلاح نصر. بعدها أصدر جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية بعدم استغلال المصريات في أي أعمال أمنية من هذا النوع، وطلب عبد الناصر إنهم يجيبوا له كل أفلام سعاد حسني من أرشيف مكتب صفوت الشريف، وقام بحرقها. واتصل بعدها بعبد الحليم وقال له حرفيا كده بحسب المذكرات مبروك، وعد الحر دين عليه يا حليم. لكن عبد الحليم ما كانش قادر ينسى اللي حصل، وده اللي تسبب في ان عبد الحليم يبعد عن سعاد حسني لحد ما مات. وهنا بقى نروح لفصل تاني من مذكرات سعاد حسني، بس قبل ما نروح عايز اقول ان بعد وفاة جمال عبد الناصر وتولي السادات حكم مصر تم عودة صفوت الشريف لوظيفته الأمنية مرة تانية، وكان من بين الأعضاء المؤسسين للحزب الوطني الجديد اللي أنشأه السادات للقضاء على الاتحاد الاشتراكي سنة 1977. قالت بقى سعاد في مذكراتها إن صفوت الشريف وعدها إنه هيدمر حياة عبد الحليم حافظ لأنه هو اللي حكى لعبد الناصر عن القصة، وده كان سبب في محاكمته مع صلاح نصر. بعدها قدم عبد الحليم شكوى للسادات وبإن صفوت الشريف كان السبب في تخريب حفلة شم النسيم واللي غنى فيها عبد الحليم قراءة الفنجان أمام الجمهور لأول مرة سنة 1976. لكن السادات ما قدرش يمسك أي تهمة على صفوت الشريف. ساعتها فكر عبد الحليم للجوء السياسي للمغرب، فوافق الملك الحسن على طلبه، لكن عبد الحليم دخل في مشاكل مرضية ومات بعدها. واتهمت سعاد حسني في مذكراتها إن صفوت الشريف إنه ساعد في تعجيل موت عبد الحليم حافظ. وفي أحد فصول مذكرات سعاد حسني بعنوان لا تنسوني بتقول إن القذافي عرض على صفوت الشريف في سنة 2000 شراء مجموعة أفلامها، واللي كان صفوت الشريف محتفظ بنسخة منها، مقابل إن القذافي هيدفع لصفوت الشريف 100 مليون جنيه مصري. فوعدوا صفوت الشريف بالتنفيذ بس في الوقت المناسب. وبكده نكون نقلنا معظم اللي اتلخص من مذكرات سعاد حسني وبحسب اللي اتنشر في جريدة روز اليوسف. في النهاية حابب الناس أسأل كان سؤال، ده لو فعلا المذكرات دي حقيقية، أولا كده إن كل المذكرات دي ومن وجهة نظري فشل، علشان فيه 1000 سؤال وسؤال بيثبت ذلك. والسؤال الأول، ليه سعاد حسني ما اتكلمتش في الموضوع ده إلا في آخر حياتها؟ وليه ما اتكلمتش عليه أثناء وجود صفوت الشريف في السجن واللي كان متهم فيها بقضية انحراف صلاح نصر؟ على الأقل كانت الناس هتصدقها وتتعاطف معاها، وخصوصا إن صفوت الشريف كان خلاص مالوش أي سلطة في البلد. تاني سؤال، هو فين الساري العربي اللي كان عايز يشتري مذكراتها؟ طب اسمه إيه؟ بح. طب فين حامل التسجيلات ده واسمه إيه؟ برضه بح. طب فين الشرايط اللي قالوا إن صفوت الشريف شايل منها نسخة؟ برضه بخ. طب سيبك من كل ده، إزاي ملخص المذكرات وصل لحامل التسجيلات؟
طب فين أي حاجة تدل على إنها اتقتلت غير المذكرات الفنكوش؟ برضه مفيش. طب هو إزاي أصلا اللي قتلها دخل الفندق وقتلها؟ وكلنا عارفين إن كل الفنادق دي بتبقى مترشقة كاميرات في كل حتة. وللأسف في معلومة غايبة علينا كلنا، وهو إن معظم المرضى اللي بيتعالجوا بأدوية الكورتيزون لو بطلها فجأة زي ما حصل مع سعاد حسني بيتعرض لانتكاسة شديدة بتوصله إنه يحصل له اكتئاب شديد. ومعظم الأطباء عارفين المعلومة دي، وأعتقد هو ده السبب الرئيسي والدليل على انتحار سعاد حسني وليس قتلها. وكمان الاكتئاب زاد عليها بعد وفاة والدتها، مع طبعا قلة الفلوس اللي معاها، مع الألم الشديد بسبب العمود الفقري. كل دي عوامل خلت سعاد حسني تنتحر في النهاية، وهذا ليس دفاعا عن صفة الشريف ولا غيره، ولكن دي كلمة للحق ليس إلا. وبرضو في الآخر كده حابب إن نسمع رأيكم في الكومنتات بعد كشف التفاصيل اللي قلنا عليها. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.